تركب طيارة عشان تطلع رحلة داخلية مدتها 3 ساعات بالكتير، لكن للأسف الطيارة بتوصل متأخر شوية. متأخر قد ايه؟ لا، حاجة بسيطة، بتتأخر 37 سنة يا جماعة، 37 سنة. دي قصة الرحلة 914 المتجهة من نيويورك إلى مدينة ميامي بأمريكا، واللي ركابها ما كانوش متوقعين أبدا اللي هيشوفوه في الرحلة دي. خليكم معايا لو عايزين تعرفوا ايه المفاجأة الغريبة اللي تعرضوا لها. بس الأول ما تنسوش زي ما اتفقنا نخفف الأنوار ونحضر الفشار، وكمان مش هننسى نضغط على زرار السبسكرايب وزرار الإشعارات عشان أول ما ينزل لي فيديو يجيلكوا إشعار. وما تنسوش تشجعوني باللايك والشير، وكمان تروحوا على الأكاونت بتاع الانستجرام والأكاونت بتاعي على التيك توك، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم هنا. ويلا بينا نسمع ونشوف. لا، هي الشارة وقعت يا جماعة بصراحة وما عنديش حاجة ألزق بيها، فخلينا في اللوجو. حصل ايه؟ الزمان 2 يوليو سنة 1955. المكان مطار نيويورك. بتطلع الرحلة الداخلية 914 بركابها 57 والطاقم بتاعها اللي عدده 4، ومتجهة من نيويورك إلى مدينة ميامي، والولايتين موجودين في أمريكا. وفي وسط جو هادي وسما صافية وإقلاع سلس جدا بيحلم الركاب باللحظة اللي هينزلوا فيها مدينة ميامي ويستمتعوا بالأجازة والشمس والأجواء الجميلة. وباين على الرحلة إنها هادية والأمور ماشية تمام وكله زي الفل. لكن بعد ما الطيارة بتطلع بدقايق بتحصل حاجة غريبة جدا يا جماعة. الطيارة بتختفي فجأة، زي ما بقولكوا كده يا جماعة بالظبط. والله الطيارة كانت طالعة في أمان الله وفجأة ما بقتش بتدي أي إشارة لبرج المراقبة. بعد ما كان شايفها نقطة سوداء ما بقتش موجودة. فمراقبين المطار في نيويورك تواصلوا مع زملائهم في ميامي، قالوا يمكن فقدوا الإشارة لسبب مثلا في الجهاز أو حاجة، ويمكن الطيارة وصلت لمقرها في ميامي في سلام. لما تواصلوا معاهم سألوهم الطيارة وصلت عندكم يا جماعة؟ قالوا لهم لأ. طب راحت فين؟ طالعة من مطار نيويورك في أمان الله ومتسجلة على الرادار وكله تمام، وفجأة ما بقتش موجودة. ممكن تكون وقعت مثلا، قلبوا الدنيا على حطام الطيارة، أو أثر لأي حد من الركاب اللي كانوا موجودين فيها، أو حتى كان المفروض يبقى فيه نداء استغاثة من الطيار أو المساعدين بتوعه يقول إن في حاجة بتحصل. لكن ما فيش أي حاجة تدل على إن الطيارة وقعت. وبعد أكتر من 3 شهور بيحاولوا إن هم يلاقوا تفسير للي حصل ده، لكن ما فيش أي حاجة، ما فيش أي تفسير لواقعة اختفاء الطيارة دي. وما بقاش فيه قدامهم غير حل واحد عشان يقفلوا القضية دي، إنهم يقولوا إن الطيارة وقعت في البحر، وبالتالي ما ظهر لهاش أي أثر. 61 بني آدم وطيارة بالحجم ده اختفوا تماما من غير ما يظهر لهم أي أثر. وصرفت شركة الطيران تعويضات لأهالي المفقودين وقفلوا القضية على كده. هي ما اتقفلتش، رجعت اتفتحت تاني، ولكن بعد 37 سنة. هقول لكم ازاي وخليكم معايا وما تروحوش في حتة، عشان اللي جاي ده هو اكتر حاجة غريبة هتسمعوها. وبعد الحادثة دي ب 37 سنة، وبالتحديد في 9 سبتمبر سنة 1992، وبالتحديد برضو في مطار كاراكاس في فنزويلا، حصل ايه؟ مراقب الطيران في المطار هناك كان بيشوف شغله بشكل طبيعي جدا، وفجأة وبدون سابق انذار لقى نقطة سودة ظهرت في شاشة المراقبة بتاعته. وبقع سودة معناها ان في طيارة، في جسم طاير في السماء. ايه الطيارة اللي ظهرت فجأة بدون سابق انذار وبدون اشارات وبدون اي حاجة؟ بتقرب الطيارة من المطار وبيشوفوها المراقبين بوضوح. طيارة من طراز قديم جدا كأنها جاية من الماضي. المراقب حاول يتواصل مع الطيارة وسمع صوت الطيار بيقوله احنا فين؟ طلب المراقب من الطيار ان هو يعرف نفسه، وسمع اغرب اجابة كان ممكن يتوقعها. الطيار قال له انا كابتن رحلة الطيارة 914 بان ام امريكان من طراز دوغلاس دي سي اللي جاية من مدينة نيويورك واللي رايحة مدينة ميامي. طبعا المراقبين استغربوا جدا. اولا مدينة ميامي اللي كانوا نازلين فيها دي بعيدة جدا جدا عن مطار كاراكاس، 1200 كيلومتر تقريبا. ثانيا
المواصفات اللي قالها الطيار للرحلة والطيارة شبيهة بمواصفات الطيارة اللي فقدت في الحادثة الشهيرة جدا اللي كانت من 37 سنة ومفيش حد في الطيران ما سمعش عنها. معقول يا جماعة؟ بدهشة وذعر سأل المراقب الطيار: طب يا جماعة انتوا واجهتوا اي مشاكل في رحلتكم؟ الطيار قال له: لا، ما حصلش مشاكل. الموضوع اتعقد اكتر وسمحوا للطيارة انها تنزل في المطار، وكل ما الطيارة تقرب اكتر ملامحها بتتضح اكتر، وبيتضح قد ايه هي ستايل قديم من الطيارات اللي ما بقاش بيستخدم دلوقتي خالص. ونزلت الطيارة والصدمة زادت اكتر من التقرير اللي قاله الطيار بعد ما نزلوا. بيقول التقرير ان هبوط الطيارة كان مفروض يكون في مطار ميامي الساعة 10 صباحا يوم 9 يوليو سنة 1955، وهم دلوقتي في 1992، يعني بعد الميعاد ب37 سنة. ازاي كده يا جماعة؟ هل ده يعقل؟ طيارة تطلع سنة 55 توصل سنة 92؟ انا ميعاد الطيارة مش هاممني، انا كل اللي هاممني انها نازلة في مطار تاني. غريبة صح؟ يعني الميعاد مش غريب، مش مشكلة، خلينا نكمل عشان لسه في بلاوي جاية. مراقب المطار مش مستحمل الصدمة يا جماعة. انا لو مكانه مش هبقى عارفة اعمل ايه. انا هلاقي ايه في الطيارة؟ اشباح ولا ناس عادية ولا مخلوقات من كوكب تاني ولا ايه؟ المهم طلب من فرق الانقاذ انها تروح ناحية الطيارة وتكون موجودة ومستعدة تحسبا لاي حاجة مش طبيعية هيشوفوها. وبصراحة حاجة مرعبة، مش بس مش طبيعية. تتخيلوا كده فرق الانقاذ لما قربت على الطيارة شافت ايه؟ شافت ركاب الطيارة باصين من الشبابيك وفي حالة دهشة وذعر شديدة جدا. وبعد ما استقرت الطيارة على الأرض راح المراقب مبلغ الطيار إن هم نزلوا في مطار كاراكاس في فنزويلا بعد 37 سنة من تاريخ الوصول اللي كان مفروض يوصلوا فيه. وكانت الصدمة، سمعوا صوت الطيار بيصرخ وبيقول لهم: ابعدوا من هنا، احنا هنطلع تاني، ابعدوا من هنا. وكمان كان في صوت زعيق وصريخ من الركاب. وفعلا بتطلع الطيارة عشان تختفي تاني بنفس الطريقة اللي اختفت بيها من 37 سنة. بعت المطار وراهم فورا 3 طيارات عشان يستكشفوا الموضوع ويشوفوا الطيارة دي رايحة فين ولا جاية منين، ولكن الطيارة بيختفي أثرها في وسط السحاب كأنها لم تكن. وانتهت القصة على كده، وما فضلش ليها أي أثر غير ورقة نتيجة لقوها في أرض المطار وعليها تاريخ 1955. تفتكروا ايه سر اللغز ده يا جماعة؟ طلعت نظريات كتير بتحاول تفسر الموضوع ده اللي ذاع صيته ساعتها وانتشرت أخباره جدا. في ناس فسروها بنظرية الفجوة الزمنية اللي بتنقل الجسم من زمن لزمن في نفس اللحظة، وفي تفسيرات تانية كانت بتتكلم عن مثلث برمودا اللي لما بيعدي عليه أي حاجة بتختفي، السفن والطيارات. وناس اتكلموا عن العوالم الموازية، وناس اتكلموا عن السفر عبر الزمن، ولكن مفيش أي حاجة حقيقية أكدت تفسير للي حصل ده. بس أنا بقى هجيب لكم التفسير. مع تطور الزمن وظهور الانترنت بقى تتبع الحوادث دي والوصول لتفسير ليها أسهل ما يكون. واسمعوا بقى التفسير ده، احنا خفنا كتير، تعالوا نضحك شوية. الناس فضلت تدور لغاية ما جابت قرار الموضوع. وقرار الموضوع ده بدأ من خلال مقال في صحيفة نزل سنة 1985، واسم الصحيفة دي Weekly World News. المجلة دي اشتهرت بانها بتحط مواضيع مثيرة جدا ولكن ما فيهاش مصداقية، كلها فيك ومن تأليف الكتاب عشان يخلوا الناس تشتري الصحيفة بشكل اوسع. والمجلة دي على قد ما هي مشهورة بالاخبار الفيك والقصص اللي مش حقيقية، لكن الناس كانت بتشتريها عشان تتسلى. وفضلت شغالة لغاية 2007 وبعدين اختفت 2 سنين ورجعت كصحيفة على الانترنت. اما بقى بالنسبة للرحلة 914 زي ما قلتلكوا اول مرة اتنشر مقال عن الموضوع ده سنة 1985، ونشرت الصحيفة دي بعدها القصة مرتين بنفس الاحداث بالظبط مع تغيير التاريخ وتغيير مكان الوصول ومكان النزول، مرة سنة 1993 ومرة سنة 1999. وطبعا في التسعينات ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه حد بيروح ورا الحاجة ولا بيقول يا جماعة انتوا نشرتوا القصة دي من زمان، لكن دلوقتي بقت اسهل حاجة الناس تكتشف الحاجات دي.
ودي كانت قصة الرحلة 914. اكتبوا لي يا جماعة رأيكم في الكومنتات، هل هي قصة حقيقية فعلا ولا زي ما بيقولوا قصة من خيال مؤلف في صحيفة صفراء كانوا عايزين الناس تقبل أكتر على شراء الصحيفة دي؟ ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في قضية جديدة.